فيلمنا بيبدأ مع شاب اسمه جان فقير وعاطل عن العمل، ولما كان ماشي في الشارع شاف مجموعة من الناس واقفين عند يافطة فيها إعلان بيطلب حارس شخصي عشان يشتغل. فجان اتسلل بين الناس واخد اليافطة عشان يتجه للمكان اللي هيشتغل فيه، ولما بيوصل للمكان قابل اتنين وقفوا في طريقه. فجان قال لهم أنا الحارس الجديد هنا، ولكن الاتنين استهزأوا بيه لأن بنيته الجسدية ضعيفة وشكله ما كانش حارس. أول ما ده حصل جان قرر يعلمهم الأدب ويضربهم، بس فجأة ظهر الحارس الحقيقي للمكان. الشخص الضخم ده قرر يخلص عليه. اول ما جان شاف كده قال له الجري نص الجدعنه، وطلع يجري زي الصاروخ. فالحارس الضخم قرر يلحقه عشان يمسكه ويديله درس في الاخلاق. ولسوء الحظ جان دخل في مزرعه فراخ كانت مقفوله وما فيهاش مخرج. الحارس الضخم حوطه من كل اتجاه، فجان بدا يراوغ بكل سرعته، ومع انه ما عندوش مهارات في القتال الا انه ذكي ويقدر يسيطر على اي حد. اما الحارس فهو اتجنن وما عرفش يعمل ايه قدام الشاب الذكي ده. فجان غفله بسرعه صاروخيه ملهاش مثيل وهرب في ثواني. ولما خرج شاف اعلان تاني مكتوب عليه مطلوب خادم للشغل عند واحد من كبار المدينه. فجان اخد الورقه واتجه لمكان الشغل، وهناك اتنين من حراس البيت معاهم اسلحه وقفوا في طريقه. وقبل ما يقول لهم اي حاجه ظهر وان اللي يبقى صاحب المكان، وقال لجان ان اول ما تبدا الشغل حياتك هتتحسن وهيبقى معاك فلوس، وخلى واحد من رجالته يعرفه على الغرفه اللي هيعيش فيها. ولما جان اتحرك معاه الشخص اللي كان معاه قال له الغرفه دي ممنوعه وما تقربش منها والا هتموت. جان ما كانش مصدق، ولما دخل غرفته كان تعبان جدا ومرهق لان يومه كان صعب. واول ما نام دخل في حلم غريب. مجموعه من البلطجيه اتجمعوا عليه ونزلوا ضرب وتلطيش فيه زي الكلب، ولكنه لما وقع على الارض اكل عشبه خلته يكتسب مهارات فنون قتاليه مدمره. اول ما امتلكها مسك البلطجيه دول كسرهم واحد ورا التاني وضحك عليهم كلهم. بس اول ما فاق من الحلم افتكر انه مش محترف في الفنون القتاليه ونفسه انه يتعلم عشان يبقى قوي ومحدش يقدر عليه. ولما خرج من المكان قرر يتحرك في اتجاه الغرفه الممنوعه اللي اتحذر من دخولها. جان كان عنده فضول كبير وعايز يعرف ايه السر الموجود وراها، فتسلل في الخفاء ولسوء الحظ اكتشف انها غرفه ساحره شريره. في اللحظه دي واحد من الحراس شافه وقرر يمنعه، ولكنه مات في لمح البصر. اول ما جان شاف كده اترعب لان الموضوع طلع حقيقي وطلع يجري زي المجنون. اما وان لما عرف اللي حصل قابل فونا الساحره اللي كانت في الغرفه. فونا ووان بيدوروا على كنز غامض وهدفهم يوصلوا ليه قبل اي حد، وللسبب ده افتكروا ان جان يبقى جاسوس فقرروا انهم يخلصوا عليه. تاني يوم جان شاف اتنين في مواجهه في الغابه كانوا نازلين طحن في بعض، وفي نهايه القتال واحد منهم خلص على التاني وهرب. باللحظه دي جان اتحرك في اتجاه الجثه زي العبيط عشان يفتشها وياخد الفلوس اللي معاها، ولكنه اكتشف ان في جايزه ماليه كبيره جدا هتغير حياته لاي حد هيخلص على الشخص الميت ده. وهنا جات له الفكره العبقريه، وبالفعل اتجه لرئيس المدينه ومعاه الدليل انه خلص على القاتل المطلوب عشان ياخد الجايزه الماليه، وبالفعل اخد الفلوس. ولكن لما رئيس المدينه ساله عن اسمه قبل ما يرد واحد قال لرئيس المدينه انه يبقى البطل الاسطوري لولوا جان صاحب الشهره الكبيره. طبعا جان ما كانش فاهم ايه اللي بيحصل، ولكنه قرر يتعايش مع شخصيه البطل الشهير لولوا جان. ولسوء الحظ لما خرج فجاه وان ظهر في طريقه وكان معاه الساحره فونا عشان يخلصوا عليه. جان ما كانش قدامه غير انه يجري باقصى سرعته عشان يهرب، ولكن للاسف وان وقف في طريقه زي الوحش الكاسر عشان يقتله. في البدايه جان اتطحن بسهوله لانه مش محترف في فنون الدفاع عن النفس وعمره ما حاول يتدرب قبل كده، فقرر انه يتخفى على امل انه ينجو بحياته. بس وان ما كانش عنده رحمه وجهز لحركه سريه مدمره هتخلص عليه تماما. ولكن في اخر ثانيه فجأة المعلم ماريو ظهر وأنهى على حياة وان تماما في سرية تامة بدون علم من أي حد. جان اتفاجئ وافتكر إن هو اللي خلص عليه من غير ما يقصد. أما فونا أول ما شافت إن وان مات قدام عينيها اتعصبت بطريقة مجنونة لأنه من أقرب الناس ليها، فقررت تحارب جان الغلبان لحد آخر نفس عشان تنتقم. ومن قبل ما الملحمة تبدأ جان ما كانش عنده مخرج نهائيا فحاول يهرب. أما فونا فهي ساحرة شريرة عندها مهارات خارقة في القتال، من خطورة قوتها ممكن تخلص على 100 واحد في ثواني زي الرشاش. ولكن جان ما كانش لوحده. المعلم ماريو قرر يدخل الملحمة دي بكامل قواه عشان يدافع عن جان لانه ضعيف، وكمان لانه فاكر انه يبقى البطل الاسطوري لولوا جان صاحب الشهرة الكبيرة. بس في الحقيقة جان ولا حاجة. فونا اتصدمت من ماريو ما عرفتش تواجهه لانه معاه النجمة ووصل لاخر مستوى لدرجة ان سرعته اسرع من الصاروخ. فونا عرفت انها هتخسر فهربت على اخر نفس. المعلم ماريو انقذ حياة جان، فجان طلب منه يعلمه الكونج فو السري اللي
ويستخدمه ضد الساحرة الشريرة. المعلم ماريو يبقى أقدم معلم فنون قتالية في البلد وعنده شهرة كبيرة لأنه ما عندوش رحمة في القتال. طبعا في اللحظة دي ماريو اتأكد إن جان ما يبقاش البطل الأسطوري لولوا جان، وقال له أنت كدبت وسرقت اسم وسمعة البطل المشهور. فجان اعتذر له بكل الطرق وطلب منه إنه يعلمه كونج فو السري. فماريو قال له عشان أعلمك أقوى كونج فو في العالم هكلفك بمهمة لازم تخلصها وبعدها هنبدأ نتعلم مع بعض. المهمة كانت إنه هيوصل قلادة نادرة جدا لواحد من أسياد البلد اسمه فونج. بعد كده بتنتقل بينا الأحداث للمعلم فونج اللي يبقى واحد من كبار المدينة وعنده بنت اسمها كيما. لما الاتنين كانوا بيتغدوا جان كان موجود في المكان، وأول ما شاف بنت فونج كيما أعجب بيها ونسي المهمة تماما. في اللحظة دي اتنين من البلطجية حاولوا يسرقوا المعلم فونج ولكنه عرف يمسكهم بسهولة لأن ذكائه حاد. أول ما ده حصل جان اتدخل عشان كيما تعجب بشجاعته، وبعد ما صالحهم على بعض بنعرف إنه سرق فلوس البلطجية في سرية تامة. أما فونج اكتشف إن جان ممكن يكون قريب من المعلم ماريو لأنه معاه القلادة الغامضة. أول ما جان خرج كان فرحان لأنه ضحك على البلطجية وسرق فلوسهم، ولكن فجأة البلطجية طلعوا في طريقه زي الأشباح وقالوا له فين الفلوس يا حرامي. جان كان هيديلهم الفلوس بس لما دور عليها ما لقاهاش معاه. في اللحظة دي البلطجية قرروا يمسكوه ويطحنوه عشان يعلموه الأدب ويخلوه ما يسرقش من تاني. ومن أول ما الاتنين هجموا عليه جان طلع يجري زي العبيط عشان يهرب بجلده، ولكن في كل محاولة كان بيتمسك. جان اتضرب وما كانش عنده مخرج، وهنا المعلم فونج ظهر عشان يدافع عنه لأنه عرف إنه يبقى من طرف المعلم ماريو، ومسك البلطجية اداهم درس في الأخلاق وخلاهم يجروا زي الكلاب. بعد كده فونج استضاف جان عنده في البيت. أول ما جان دخل البيت شاف ورقة فيها حركات كونج فو أخدها عشان يتعلمها، ولما خرج وحاول يستخدمها فجأة ظهرت بنت اسمها نولا. نولا تبقى أخت البطل الأسطوري صاحب الشهرة الكبيرة لولوا جان. طبعا جان ما كانش يعرف هي مين، ولكنه في الآخر قال لها إن البطل الشهير لولوا جان مات في الغابة. في اللحظة دي نولا قررت تنتقم لأخوها بأي طريقة، ولما مشيت ظهر جندي من جيش المدينة اسمه شابتر. شابتر يبقى صاحب جان وبيحاول يعلمه فنون القتال واداله ورقة يتعلمها فيها أسرار مهمة. تاني يوم المعلم فونج وبنته كيما كانوا معاهم قافلة فيها أحجار كريمة وكنوز كبيرة، وفي الطريق جان أظهر لكيما إنه معجب بيها وقال لها إنه ممكن يضحي بنفسه لو أي حد قرب منها. ولكن في اللحظة دي مجموعة من قطاع الطرق المتخفيين طلبوا منهم يسلموا الحمولة اللي فيها الأحجار الكريمة والكنوز. فونج وقف زي الأسد في وشهم ورفض، ولما ده حصل رئيس قطاع الطرق ظهر وقال له لو الحمولة ما اتسلمتش هنهي على حياتكم كلكم. رئيس قطاع الطرق يبقى اسمه باي. المعلم فونج هجم عليه بشراسة جبارة عشان يفتح الطريق ويخلي كيما وجان يهربوا الأحجار الكريمة. وفي بداية القتال قوة الاتنين كانت متعادلة، وده لأنهم في نفس مستوى الخبرة. ولكن فجأة باي الشرير استخدم سم مميت من أخطر السموم في العالم، وقع المعلم فونج على الأرض. في اللحظة دي جان وكيما اتحركوا في الخفاء عشان يهربوه من الموت، وفي نفس الوقت الساحرة فونا اتدخلت في القتال ضد باي لأن هدفها تحصل على الكنز قبل أي حد. أما جان فهو ادى الأوامر لكل اللي كانوا معاه عشان ينجوا بحياتهم. ولما كان في طريقه مع كيما الاتنين البلطجية اللي ضربوه لما كان ضعيف ظهروا، ولكنهم ما كانوش يعرفوا إن جان ما بقاش عنده رحمة لأنه بيقاتل قدام البنت اللي بيحبها، وطبعا لازم يبقى قوي عشان تعجب بيه. وبالفعل جان طحنهم كلهم. بعد كده لما وصلوا للبيت المعلم فونج كان محتاج ترياق السم اللي هيعالجه، ولو الترياق ده ما جاش في الوقت المحدد المعلم فونج هيموت في ثواني. جان زي البطل قرر يبحث عن الترياق لوحده، وبالصدفة لما خرج من المكان شاف واحد بيجري ورا بنت عشان يعتدي عليها. المقاتل ده اسمه سكار. اما البنت اللي كان بيحاول يعتدي عليها فهي نولا اخت البطل الشهير لولوا جان. فجان اتدخل زي سوبرمان، ومع انه لسه مبتدئ في الكونج فو الا انه ذكي جدا وذكائه سر قوته دوخ المجرم في ثواني. ده غير ان المعلم ماريو بنفسه كان بيساعده في الخفاء، ولكن لسوء الحظ المجرم ده اصاب نولا بسم فتاك. ماريو اتدخل وقال لجان يدي الترياق اللي معاه لنولا، وفي الاخر فاقت وبقت بخير. معلم ماريو قرر
قرر ينفذ وعده لجان وسلمه اهم واخطر فن قتال سري بالعالم. وفي نفس الوقت واحد من اقرب الناس للمعلم فونج وصديق كيما المفضل طلع جاسوس خاين كلب شغال عند الساحرة فونا. استفرد بكيما لوحده وقال لها فين الكنز، فكيما قالت له هتعمل ايه لو ما قلتلكش على مكانه، فقال لها هقطع لحمك وهرميه للكلاب في الشوارع، وده لاني ما عنديش قلب. وبالفعل القتال بين الاتنين بدأ. في الاول الخاين الكلب ده طلع خبيث واستخدم حركات ممنوعة خلى كيما تتصاب اصابة خطيرة، وقبل ما يخلص عليها وفي اخر لحظة جان ظهر زي البطل الخارق اللي هينقذ حبيبته من الخطر وهجم بشراسة على الخاين الكلب ده، وكمان نولا كانت معاه. في اللحظة دي الخاين ده هرب زي الكلب بأقصى سرعته. اول ما ده حصل لحسن الحظ جان عرف يحصل على الترياق واداه للمعلم فونج عشان يبقى بخير وينجو بحياته. تاني يوم جان بدأ يتعلم الكونغ فو السري اللي اخده من المعلم ماريو، ومن الاول جان عرف يثبت نفسه في جميع الحركات. كيما كانت مبهورة بقوته، ولكن فجأة ظهر الوحش الشرير باي امر جميع رجالته تهجم عليه، ولكن جان كسر كل اللي وقف في طريقه لانه بقى مقاتل محترف. وفي لحظة باي قرر يتدخل عشان يدافع عن رجالته، وده لان هدفه يسرق الكنز اللي مع المعلم فونج. وفي بداية القتال باي طلع يجري وراه بكل سرعته، وجان فضل يغفل فيه بذكائه الحاد وهرب زي الصاروخ. بالليل المعلم ماريو اتجه لفونج عشان يطمن عليه، ده غير انه وصاه على جان وقال له انه هيقف معاك ضد اي حد. وكمان بعد ما ماريو مشي لونا قررت تعرف فونج انها هتحارب معاهم عشان تنتقم لاخوها البطل الاسطوري لولوا جان صاحب الشهرة الكبيرة. تاني يوم المعلم فونج خرج مع جان وبنته كيما وجميع حلفائه، ده غير ان جميع العشائر المعادية ليهم اجتمعت، عشيرة الساحرة فونا الشريرة وعشيرة باي، كلهم عندهم نفس الهدف وهو الحصول على الكنز الغامض اللي هيغير حياتهم كلهم. وبالفعل الملحمة القتالية بدأت. في الاول فونج دخل زي الوحش السفاح وبدأ يكسر في جميع الجنود، وبنته كيما اظهرت مهارات فنون قتالية مميزة ملهاش حل قدرت تخلص بيها على عدد مجنون من الاعداء. اما جان فهو اتحول لوحش كاسر ما عندوش رحمة، قلبه ميت ما بيخافش من اي حد، قبضته نارية توقع اقوى جيش بالعالم، وده لانه سرعتها زي الصاروخ. وفي نفس الوقت عشيرة باي الشرير بدأت تسيطر على المواجهة، وللأسف فجأة باي الشرير عمل حركات كونغ فو سرية مميتة أصابت المعلم فونج إصابة شديدة. المعلم ماريو ظهر زي البطل الخارق وحارب العدو زي الأسد، وفي نفس الوقت جان خلص على حياة الساحرة الشريرة فونا في ثواني، وبكده يبقى قدامهم باي بس. ولكن فجأة ظهر الشخص اللي كان عاوز يعتدي على نولا عشان ياخد الكنز منهم. الشخص ده اسمه سكار. سكار خلص على باي بدم بارد، وهنا المعلم ماريو قال له يا سكار اتخلى عن الكنز وارضى بالسلام، بس سكار كان طماع والطمع اقل ما جمع. وهنا القتال النهائي بدأ بين عشيرة المعلم فونج وسكار الطماع. في الاول واحد من عشيرة فونج اسمه شابتر قرر يتدخل. في الاول بنعرف ان شابتر محترف في فنون القتال البهلوانية، وده لانه تلميذ المعلم ماريو الفتاك. وفي بداية القتال سكار اظهر قوة توقع جيش كامل في ثواني، وعمل اعصار هجومي ملهوش حل بسرعة صاروخية قدر يهزم بيها شابتر. في اللحظة دي جان اتدخل عشان يثبت نفسه قدام كيما حبيبته ويخلص على العدو. ومن الاول جان كان بيتلقى التعليمات القتاليه من ماريو لاجل انه يستخدمها، وبالفعل سكار قوته اتهزت مع انه جبل وصعب يتحرك ولا يضعف في المواجهات. وفي الاخر جان خلص عليه في ثواني واثبت نفسه قدام كيما ووالدها فونج، وبكده يقدر يتجوزها في سلام. ده غير انه بقى غني بسبب الجائزه الماليه الكبيره اللي اخدها من رئيس المدينه. اما المعلم ماريو صدم الجميع وقال لهم ان مفيش كنز من البداية، وان دي كلها كانت خدعة عشان يكشف عن الخاينين من الوفيين. ده ملخص الفيلم. اشترك في القناة عشان يوصلك جميع افلام جاكي شان، وشكرا.